لو عايزة تعملي رز بسمتي مفلفل وطعمه يوازي أحسن المطاعم، في الفيديو ده هنعمل وصفة سهلة وسريعة للرز البسمتي، رز المشاوي والعزومات. تابع الفيديو للنهاية علشان تقدري تنفذي الوصفة خطوة بخطوة، علشان تقدري تحصلي على النتيجة المظبوطة. معايا هنا حلة على النار وتكون سخنة، معايا هنا ربع كوباية من الزيت، ومعايا مكعب من الزبدة، ولو حابة تستبدليه بسمنة مفيش أي مانع. هسيح الزبدة كده وانزل هنا بالبهارات، معلقة من الكاري، معلقة من الكركم، معلقة من البابريكا، ومعلقة من بهارات الكبسة، ومعايا عود قرفة خشب وليمون ناشف، معايا ورق لورا وكام عود من القرنفل. هنزل بيهم كده في الزيت بتاعي لما يسخن مع الزبدة، هشوحهم كده تشويحة واحمصهم. الخطوة دي بتفرق جدا في طعم الرز البسمتي، وبتديله فلفلة جميلة كده وبيطلع معاكي تحفة وريحته تجنن. هشوحهم كده كام دقيقة في الزيت قبل ما انزل بالرز. انا بقى جهزت الرز، معايا نص كيلو من الرز البسمتي مغسول ومتصفي كويس ومش منقوع. هنزل بقى كده في الزيت بالزبدة بالبهارات، وانزل بالرز واشوحه كويس واخليه يتشرب من البهارات مع الزيت. الزيت هنا بيشمعه، والتشويحة دي للرز بتدي فلفلة للرز، بيبقى مفلفل معاكي مش معجن. هتفضلي تشوحي فيه 5 دقايق على النار. هنكون هنا مجهزين المية المغلية او الشوربة. انا هنا عندي شوربة، ولو انتي ما عندكيش شوربة ممكن تعملي مية مغلية عادي جدا. معايا لكل كوباية من الرز البسمتي كوبايتين من المية او كوبايتين من الشوربة. هنا بقى ظبطنا الملح بتاعه، معايا نص معلقة من الفلفل الاسود، معايا نص معلقة من الملح. قلبناهم كويس جدا، وبعدين هنزل عليهم بالشوربة. انا هنا حطيت لهم كوبايتين كبار من الشوربة معايا. لو ما عندكيش شوربة زي ما اتفقنا حطي مية مغلية عادي. هسيبه بقى كده على النار 15 دقيقة، واغطي عليه الحلة، وبعدين اسيبه لحد المية بتاعته ما تنشف تماما. بعد 15 دقيقة شلنا الغطا كده من عليه، المية اتشربت كده تماما. هبدأ ان انا اهدي النار عليه جدا علشان يستوي معايا. خطوة ان انت تهدي النار عليه دي خطوة مهمة جدا، علشان الرز ما ينشفش معاكي وما يلزقش في الحلة. ما بين كل دقيقة والتانية هتقلبي تقليبة للرز. شايفين طلع مفلفل معايا. هنا كان الرز استوى معايا مفلفل وجميل جدا، شكله تحفة يا جماعة، وطعمه جميل جدا بصراحة. جربيه بالخطوات اللي انا عملتها معاكي، هتحصلي على نتيجة هايلة للرز البسمتي. شايفين مفلفل ازاي ومش معجن، الرزاية مش لازقة في الرزاية اللي جنبيها. هبدأ بقى ان انا اشيل الحاجات اللي انا حطيتها، القرنفل والورق اللورا والقرفة والليمون والحاجات دي. هبدأ بقى ان انا احط الرز في الطبق. شكله تحفة يا جماعة، وهو بيتغرف في الطبق يعني مفلفل وتحفة جدا، ولونه طالع لون خرافة. جربيه كده بالطريقة دي خطوة بخطوة، وهتحصلي على النتيجة ان شاء الله. هتقدميه مع فراخ مشوية او لحمة مشوية، جميل جدا يا جماعة. جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في وصفة جاية احلى واطعم ان شاء الله. هند سليم.